بسم الله تبارك الله. شايفين الفطير المشلتت بتاعنا يا جماعه؟ يلا نخش على الطريقه بقى اوريها لكم اسهل طريقه. والفطير بتاعنا مورق وزي الفل. معايا دقيق من الضحى، معايا كيلو من دقيق الضحى لجميع الاغراض، ما تجيبيش بتاع المخبوزات. ومعايا كوبايه من الميه هنحط عليها 3 معالق من السكر. واقول لكم تكه بسيطه كده محدش بيقول لكم عليها، انا هقول لكم عليه. هنحط 3 معالق من السكر، هندوبهم في الميه. والميه تكون فتره، ما تكونش او من حنفيه، ما تكونش يعني سخنه. والدقيق الضحى يا جماعه جيبيه لجميع الاغراض. ونحط عليه معلقه صغيره من الملح، ما تكتريش من الملح، علشان الملح هو اللي بيخلي العجينه معاك وانت بتفرديها بتتقطع معاكي. التكه دي محدش بيقولها لك، انا بقى بقولها لك. اما تكتري الملح في الدقيق بتاع الفطير هو اللي بيخليه يتقطع معاكي. ماشي يا جماعه، يلا نبتدي بقى نعجن. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وبما يليق بكمال الله. يعني نحط الميه بقى ونبتدي نعجن مع بعض. والميه ما تيجي تحطيها هتحطيها شويه بشويه، عشان ما نحتاجش دقيق ونعجن ونكتر من الايه، من العجين. احنا ممكن تكون بتعملي على قدك، فشويه الدقيق اللي عندك هو كيلو الدقيق، فما احنا نحط الدقيق الميه براحتنا شويه بشويه. اما نحتاجها نعوز ونحط. كده هنعجن مع بعض بقى على الرخامة كده، تدي بقى ايه، رايح جاي رايح جاي. العرق بتاعنا هيبان ويبقى زي الفل. شايفين يا جماعة اتعجنت بكل سهولة، طرية وناعمة. وشايفين اهي زي ما ملمسها ناعم جدا. خلاص عجناها اهوت. هنجيب بقى طبق ونحط عليه، هنحط فيه شوية من الزيت. ونلم عجنتنا ونحطها ترتاح يجي نص ساعة كده، نغطي عليها ونسيبها نص ساعة على ما نسيح سمنتنا وزبدتنا ونوضب صاجتنا ونبتدي نعمل. شايفين يا جماعه الكيلو الدقيق ده هعمله 3 فطاير بس، انا مش هكتر فطاير، هما 3 بس. يلا اللي وصل الفيديو معايا لغايه دلوقتي ما ينسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا معايا صاج بقى تاني اهوت. انا ما بخبزش في ده يا جماعه، انا بحب اخبز في الصاج اللي انا هوريه لكم دلوقتي وانا بخبز فيه. ليه بقى؟ لانه بيخبز يعني ما بياخدش وقت في الفرن، وبيطلعوا لي بقى محني من فوق ومن تحت، وانت هتشوفوا دلوقتي. انما الصاجات دي انا بحطها كده اعمل فيها، اقطع فيها كده. هتقطعي بقى واحدة كبيرة و3 صغيرين. الفطيرة هتاخد معايا 3 كور وكرة كبيرة. يلا نبتدي بقى. احنا قطعنا الفطير وسيبناه يرتاح شوية، هنبتدي اوريكم واحدة. شايفين بيتفرد معايا بكل سهولة لانها سيبناه يرتاح وما كترتش الملح. الحاجات دي يا جماعة ما حدش بيقولها لكم، انا اختكم بقى هي يعني البسيطة. انا بقول لكم الملح بتكتريه في العجينة في الدقيق وانت بتعجني بيقطع الفطيرة. خلاص كده عملنا اول كورة بططناها. هنحط الزبدة بتاعتنا بقى كده ونبتدي نطبقها منديل. ايوه طبقها منديل كده. الفطير يا جماعة من اسهل ما يكون. حابة تعمليه شم النسيم وتاكليه جنب الرنجة، انا هعملاه علشان هناكله جنب الرنجة. انا بحب اعمله في شم النسيم، فانا قلت اوريه لكم، اللي عايز يعمل زيي يعمل. شايفين يا جماعه العجينه راحه جايه راحه جايه معاكي بكل سهوله. وتجيب اما تيجي تبططي الفطيره يا جماعه من جوه لبره، من جوه لبره. هنحط الزبده بتاعتنا بقى ونجيب المنديل الاولاني ونحطه في التاني، واحده في قلب واحده. انا بعمل برضو طريقه تانية اللي هو الكور الصغيره اللي بتبقى 8 كور 10 كور، واعمل كوره كبيره وابططه في قلب بعض. دي طريقه ودي طريقه. يعني بقطع 10 قطع والقطعه كبيره وبططهم على بعض كده، واحده فوق التانية وفوق التانية فوق التانية، والكبير بروح لمهم كلهم مع بعض. ودي طريقه كده. لمي كده. وكل ما العجينه سبتها ترتاح بتريحي في الفرد معاكي. كل ما سبتها ترتاح بتبقى طالعه جميله ومخمنه وحلوه.
وبتبقى سهله معاكم وانت بتبططيه. اهو الصاج اللي انا بقول لكم عليه يا جماعه، ده بيطلع الخبيث في اي حاجه، ان كان فطير، ان كان كحك، ان كان جلاش، ان كان اي حاجه بعملها. انا بحب اعملها في الصاج ده، بيطلع الحاجه محنيه من فوق ومن تحت. انا ما استغناش عنه ابدا. انا عندي اللي هو الالمونيا اللي انا شايفيني وانا بقطع فيه الفطير، انا ما بعملش فيه. انا بحب ده. وانت هتشوف الفطيره دلوقتي وهي مستويه ومحنيه من فوق ومن تحت وقبه وزي الفل. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. ما تحاوليش ترققي الفطيره قوي، يعني تفردها للاخر، لان الكيلو انا عاملاها 3 فطاير. انت ممكن الناس بتعمل الكيلو واحده وممكن يعملوا 2، انا عاملاها 3 فطاير حلوين قوي. نحطهم بقى كده. شايفين يا جماعه الفطيره طلعت مفيش 10 دقايق وطلعت. شايفين خبيزه من فوق ومن تحت محني، وما بتاخدش وقت معايا في التسويه. شايفين التانية برضو اهي، بحطها كده واغطي عليها. السخونية الفطيرة بتطريها كمان زيادة يعني هي زيادة عن ما هي ايه، طرية لوحدها. شايفين قبة يا جماعة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هنحط بقى على وشها زبدة او قشطة. انا عندي قشطة عشان وشه يلمع كده. احلى فطير لشم النسيم. بسم الله ما شاء الله. ال3 فطاير ما خدوش معانا اي وقت. شايفين يا جماعه؟ بقولك الصاج ده جميل جدا. ال3 فطاير عملناهم بكل سهوله، ما خدوش معايا اي وقت، ومورق وقابب. بسم الله تبارك الله. اللي وصل بقى معايا الفيديو لغايه دلوقتي ما ينسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. واللي اول مره بيشوفني واستفاد مني حاجه بسيطه، يا ريت يعمل لي شير لاصحابه وحبايبه. وكل سنه وانتم طيبين، واحلى فطير تاكلوه بالهنا والشفا لشم النسيم كده، جنب البيض، جنب عسل ابيض بطحينه، عسل اسمر بطحينه، جبنه حادقه بقى كده، وبالالف هنا والف شفا. شايفين التوريقات يا جماعه؟ بسم الله تبارك الله. فيديونا سهل وسريع وخفيف على القلب كده، والكل بيحب الفطير. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين.